مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وضلح ممدود وذل ممدود وماء مشكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الإرث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الليل هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم صل وجوهنا باليسار ولا تهنا بالاقتدار فنسترزق طالب رزقك ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود لك فسننا للحاجة لا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائي وإخوان من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا حلت الروح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر وسوس صاحب هذا صاحب المولد
الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الهبشي وأوصل ثم صيب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم
لكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك دائم من انقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك
الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة لما ناديك لبينا قدمنا السمع والطاعة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلى القضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد يمن تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة الإنسان يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما يكسر اتصل به قلب منيب إلا من سوابه فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من ولا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا وترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لقد العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه وهو موفي فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه من الإيمان قواعد وتوالي من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله. أبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظم منة تكرم الله بها على البشر. الله عليه انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجماعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه تذكره المصلي عليه صلى الله عليه تعلقه به وهبه وانتبه بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بكربه. صلى الله عليه إلى أشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراه نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بدور التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة. صلى الله عليه بيضة التصوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاوي لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسناب الكريمة والبطون فما من سلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه هو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف في موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصص به من خصص. صلى الله عليه فكان مستقر في الأنسلام الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر. صلى الله عليه ونورا حير الأفكار زور وبهر فتعلقت همة الراقب بهذه الحروف صلى الله عليه بهذا القرطاس
للخاص ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لن تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشريقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأدنى تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوير ما أحبط من أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايات في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه. بهذه الحضرة الكريمة ولا عد التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي آمين. ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا حادي الركبان متى وصلت الباب أريح هناك العيش وبشر الولهان. يا هادي الركبان متى وصلت الباب أريح هناك العيس وبشر الولهان. يا حادي الركبان متى وصلت الباب أريح هناك العيس وبشر الولهان. لحيكم سرنا شوقا وقدرنا لهيكم سرنا شوقا وقدرنا في الهوى حرنا وذو الحوى حيران. يا هادي الركبان متى وصلت البال أريح هناك العيش وبشر الولهان. يا هادي الركبان متى وصلت البال أريح هناك العيش وبشر الولهان. لكم سلام الله يهدي لروح الله. لكم سلام الله يهدي لروح الله. أنشد الأول
ومنادياتها يا معدن الجود ومنادياتها يا معدن الجود أقصى مرامي أحظى بالشهود مريتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام يا زكي الجدود وأرى باب السلام يا زكي الجدود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادياتها يا معدن الجود وأنادياتها يا معدن الجود يا ميراث الكون إني عاشق مستهام يا طراز الكون إني عاشق مستهام مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر طالما التمام أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادياتها يا معدن الجود وأنادياتها يا معدن الجود اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركت في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله وشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسنا نسبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه فالنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسندي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله قال عليه رسول الله صلى الله اللهم عليه صل عليه وسلم
كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. واستوضع هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من وصلت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضمت وشاء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وشونها صلى الله عليه برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه ولا نشكو منه ألما ولا عيننا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ومنذ عليك به هذه الدرة المكنونة والجورة المسونة والكون كله يصبح يمسي في سرور وبهجة صلى الله عليه هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوفة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله كل عليه دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تدرك السماوات متضمحة بإذن الفرح بملاقاة أشرف البرية صلى الله عليه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه في عليه الوجود مجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود
الإلهي على أهل الوجود تثج ولسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعالى. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه أمة أن يحضر عند ودعه أمة تنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. صلى الله عليه. حضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومن الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود. فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصل على محمد مولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرت واستضيئوا بجمال يا رسول الله فابقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك.
مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ومدينة نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور مرحبا 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 يا نور العين مرحبا يا عيني مرحبا مرحبا جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد تفصل وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء صلى الله عليه. ذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. وقت مولد سيد الكونين من الشهور الربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه. الولادة وقبر بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه. شرف عند الله عيد القدرة صلى الله عليه. هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى الله عليه. بعض كسور الروم. قالت ثم
ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة أن يميني صلى الله عليه إلي كل أين ذهبت بي قال إلى المغرب صلى الله عليه عني ثم عاوذني الرعب والظلمة والكشعريرة أن يساري صلى الله عليه أين ذهبت بي قال إلى المشرق صلى الله عليه مني على بال حتى بعثه الله صلى فكنت الله من أول عليه الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرف عند مولاه صلى الله عليه هدايتي في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تلك كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. صلى الله عليه وسعوا بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. خلق سهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة مؤجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة والمسؤول بأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نسر طيب تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكري تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود. صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشانه ولو العلا في مجده ومكانه أوصف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسر ختمك ما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
صل عليه وعلى آل سيدنا محمد صلوا عليه. يا من تعالى علوه في ارتفاع، علو في ارتفاع، اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك، وخذ بنا في طريق الاتباع، اتباع طريقة المجتبى أحمد مصطفاك. أسير في ضوء هذاك الشعاع، الشعاع في الدار هذه وفي الأخرى هناك. هيا اشعلوا يا جماعة في شماع، في شماع يسار الليل يا محسن سراك. يا خير محبوب للمولى وداع الوداع، الله قربك منه واصطفاك. لك سير ما كان حقه أيوبا، أيوذا ليلة سرابك إلى موت عطاك. يا من تعالى علوه في ارتفاع، علو في ارتفاع، اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك. يا من تعالى علو في ارتفاع، اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك. يا الله يا من تعالى علو في ارتفاع، اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك. يا الله واخذ بنا في طريق الاتباع، طريقة المجتبى أحمد مصطفاك. يا الله يا من تعالى علو في ارتفاع، اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك. يا الله ناسر في ضوء ذاك الشعاع،
علو في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك يا الله يا من تعالى علو في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك يا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بالسيد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب أملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصات والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاهى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدهار قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلحدنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي تراعي اتباعه من السالكين
ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وداهره، وأم ببركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وسورا. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نهتم هذا الدعاء مولد شمس الدرار في مجلس دار المحبين في هذا المصلى، وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.